في قلب تاريخ مصر القديمة تختبئ قصص لا تنتهي، وتماثيل تحمل أسرار أصحابها عبر آلاف السنين. إذا كنت تحب اكتشاف عجائب الحضارة المصرية، تابعني الآن وشارك الفيديو لتصل هذه الرحلة لكل محب للتاريخ. هذا هو الكاتب نيسبا كاشوتي، وزير من وزراء طيبة في عهد الملك بسماتيك الأول، الأسرة السادسة والعشرين. تم العثور على تمثاله داخل خبيئة الكرنك، حيث بقي محفوظا لقرون بين أندر آثار مصر القديمة. يظهر التمثال في الوضعية التقليدية للكتبة، جالس متربع الساقين، في أسلوب مستوحى من روائع المملكة القديمة. تفاصيله دقيقة، شعر مستعار مخطط، تنورة قصيرة يمسك بحافتها، وبردية منقوشة رغم غياب أدوات الكتابة ورغم كسور الأنف واليدين. ما يزال التمثال محتفظا بوقاره وهيبته. أما النقوش الهيروغليفية فهي مختصرة وواضحة، أسطر محفورة حول التمثال تحمل اسمه وألقابه، شاهدة على مكانته ككاتب ووزير. تحفة من حجر الجرواق تذكرنا أن مصر القديمة لا تزال تتكلم، وحضارتها حية في كل حجر.